هنتكلم النهارده عن حقنة البرد او حقنة هتلر زي ما ناس كتير كانت بتقول عليها، واضرارها وقد ايه ما ينفعش ان احنا نستخدم حاجه زي كده. اولا حقنة البرد دي عباره عن ميكس في حقنة عضل، فيها كورتيزون وفيها نوع من انواع كذا نوع من انواع المضادات الحيويه، ويعني بتتعمل في ميكس كده عشان خاطر تتاخد عضل اول ما حد بيجيله برد. طبعا الحقنه دي من الحاجات المضره جدا لان هي بتعمل مشاكل كتير جدا، بالذات التاثير. فطبعا هي مش حاجة مفيدة خالص ان انا استخدم كورتيزون في البرد، لان هي بتعمل تأثير سيء جدا على الكبد، بتعمل ووتر ريتنشن، بتعمل مشاكل تانية خاصة بالضغط والسكر. فانا ليه اخد حاجة للبرد فيها كل الحاجات دي؟ وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا لو حد اخدها وتعود عليها باستمرار في نزلات البرد. تاني حاجة ان هي بيبقى فيها ميكس من المضادات الحيوية، وانت يعني ده حاجة بتزود الريزيستنس بتاعت حاجة كمان ان هي فيها مضادات حيوية، ميكس من المضادات الحيوية. طب دي حاجة بتزود مقاومة البكتيريا اصلا، يعني تكون ان انا اخد مضاد حيوي وانا مش عارفة نوع البكتيريا اللي عندي ايه، فانا باخد اي حاجة وخلاص او حاجة لاي حاجه. فده طبعا من الحاجات اللي بتزود الريزيستنس بتاعه البكتيريا. فبعد كده لما ممكن يجي لي برد حتى لو بسيط، ممكن اتعب اكتر بكتير لان انا بوظت المناعه بتاعتي على الفترات اللي فاتت. حاجه كمان ان ممكن يبقى اصلا سبب الانفلونزا يبقى كمان اصلا ممكن سبب الانفلونزا يبقى فيروس، فاحنا ليه ناخد علاج بكتيريا، علاج للبكتيريا وانا عندي فيروس؟ فهي دي الفكره برضو يعني دي. فطبعا الحقنه دي انا ضدها تماما وضد استخدامها.